صباح الخير او مساء يا جدعان، وفيديو جديد من نوعه هنتكلم فيه عن ريال مدريد ووضعه الحقيقي بعيدا عن الزيطه اللي بتحصل، وهل هو فريق متكامل ومتماسك من كل النواحي ولا لا. الموسم اللي قبل اللي فات 2022 والحاله بتاعت روح البطل والفم حاجه، وكل ما نبقى خسرانين نرجع في الماتش وبتاع، كانت فوق العظمه الصراحه. بس انشيلوتي الموسم اللي فات بقى حب انه هيعتمد على الموضوع ده تاني. ايوه هيعتمد عليه نوعا ما، ده اللي انا حسيته الصراحه، خصوصا في دوري الابطال ماتش السيتي التاني تحديدا. الريال بيبلع اول جول ومفيش اي ردة فعل قوية من اللعيبة، الفريق واقف بيتفرج في الملعب، حالة من البرود غريبة الصراحة، اكنهم من جواهم متأكدين انه والله تمام يا رجالة، هو ايا كان اللي لعيبة السيتي هتعمله دلوقتي احنا كده كده هنرجع. تمام يا حبيبي، انت عملت كده فعلا الموسم اللي فات، وده لانك اديت ردة فعل قوية، مش واقف بتتفرج ومستني الفم حاجة وروح البطل تخرج من تلقاء نفسها. مفيش الكلام ده، يعني مش منطقي. اتمنى تكون فاهم وجهة نظري من فكرة ان اللعيبة نازلة الملعب بفكرة انا ريال مدريد وانا فشختك الموسم اللي فات وبتاع، فهكسر وشك عادي الموسم ده. تمام جميل، فين الكلام ده بقى في الملعب؟ ما لازم تلعب كورة علشان تكسب او علشان تبقى ريال مدريد زي ما انت نازل عمال تقول لنفسك يعني. المهم طبعا الماتش خلص سكور للسيتي. تمام، انا ممكن اكون فاهم ان دي مرحلة انتقالية في النادي بسبب تجديد الاستاد وبتاع والازمات اللي العالم كله بيمر بيها، وكله ماشي بالزق وما الى ذلك. بس ده مش مبرر كافي الصراحة لانك تدخل الموسم اللي جاي كمان بنفس العناصر الاساسية اللي محتاجة تتفور. مش هقولك بقى الاحتياطي، لا الاساسي اللي موجود في اكتر من مركز في الفريق محتاج حقيقي يتغير، وده اللي هنجيله بالتفصيل دلوقتي بقى. انت كمدريدي فرحان قوي بالصفقات اللي بتحصل، انا حطيت على برشلونة في صفقة اردا جولر، انا جايب بيلينجهام كمان، ده خط النص بتاعي نار يا عم. طيب حصل، وبعدين ما هو في نقطة مهمة انت مش واخد بالك منها، احنا هننزل بلعيبة نص بس ولا ايه؟ تعالى بقى نبص بتمعن اكتر في باقي المراكز. من الاول بقى، تيبو في الجول ده طبعا تمام، مفيش اي غبار عليه الصراحة، احسن حارس حاليا. ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله؟ بس المشكلة الاكبر في الخط اللي قدامه بقى. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انت حقيقي محتاج تدعم خط الدفاع بالكامل، خط الدفاع بالكامل محتاج يتظبط. الباك الشمال عندك مندي اللي مصاب طول الموسم، وحتى لو متاح مستواه دفاعيا زي الزفت، وحتى لما بيتقدم لقدام علشان يساعد الفريق في النص الهجومي يقوم يرفع بيمينه اللي هي اصلا مش بتبقى على عدلته ولا رجله قوية اساسا. بس بص اللي هو ايه، انا بعرف ارفع بيميني علشان يورينا ان هو قد ايه لاعب جامد وبيستخدم رجله الضعيفة. برو انا حطك باك شمال علشان ترفع بشمالك لما تبقى الوضعية افضل لده، مش علشان كل شوية تعدل على يمينك وترفع. المهم هو لسه تايه اصلا، وانشيلوتي معتمد على كامافينجا طول الوقت في الحتة دي اللي هي مش حتته اصلا، وهنيجي لكامافينجا كمان شوية. نروح بقى لقلب الدفاع، جوز المساكين ألابا، كارثة، قنبلة موقوتة. ألابا اللي معظم الجماهير بتشكر فيه ده، وانا مش هتفق معاهم غير في نقطة واحدة، انه والله هو لاعب بيخرج كرة حلوة قوي من رجله، بس يا فرحتي بمدافع بيخرج كرة حلوة من رجله ومش عارف يدافع. ديفيد مشكلته الأكبر هي تمركزه اللي زي الزفت وقراراته اللي بجد غبية فشخ. ده غير انه فجأة هتلاقيه ساب مكانه تماما وطلع يجري علشان يقطع الكرة من قدام، بالتالي العمق بقى فاضي. برو ظهرك فاضي تماما، ساب ميليتاو او رودي لوحدهم. اعتقد هو بيحاول يقلد راموس في الموضوع ده، بس هو فاشل فيه فشخ، فاتمنى يبطله او يمشي. نروح لميليتاو. ميليتاو بقى الصراحة اخطاء اقل كتير من ألابا، وميزته انه سريع فشخ، فلما بيسرح شوية بيرجع وبيلحق نفسه، فماشي ميليتاو مقبول الصراحة. روديجير برضو ساعات بيسرح شوية وساعات بيبيع نفسه زي ألابا، لكن مش بنفس غباء ديفيد الصراحة. فتمام، ادي التلاتة اللي في الدفاع اللي المفروض اساسيين. بديلهم مين بقى؟ يا الله على بديلهم، الاسطورة فايخو، ما اقدرش اتكلم عليه سوري. ما عدا انت يا كبير، ما عدا انت. انا بحسب. لا ما تحسبش. الناحية اليمين بقى باشا اسبانيا اللي محسوب علينا نجم كبير، وهو مشطب كرة من بتاع سنتين تلاتة. بص تمام، كارفاخال الصراحة الموسم اللي فات كان عامل موسم كويس قوي، وهو ليه لقطاته وحتته كده اللي بيظهر فيها، وغلطاته كانت قلت كتير مقارنة بالثلاث مواسم اللي قبليها، لكنه مش مضمون. حقيقي مش مضمون، ومن ناحيتين ممكن يتصاب ويسيبك في نص الموسم، او ممكن في اي لحظة في ماتش هو بيلعب فيه يقوم ملبسك ضربة جزاء من اللاشيء.
يعني انا ببقى خايف من اي كرة هتروح لاي لاعب بيلعب قصادنا ناحية الشمال، هيضم بالكرة لجوه ويدخل منطقة الجزاء، كارفخال هيرزع تاكل يبلع ضربة جزاء. فلا، الموسم اللي جاي داني مش مضمون، هل هيديك موسم كويس تاني ولا هيرجع يتصاب زي ما كان بيتصاب في معظم السنين الثلاثة؟ واحد هيقول لي يا اسطى ما هو مصاب فطبيعي مستواه يبقى بعيد. هقول له ما دي المشكلة، مصاب ومحسوب علينا انه لاعب كبير في مركزه، فبنفضل نمشي الدنيا بأناناسة شوية بناتشو شوية على امل ان شيشة يرجع. ومن هنا نيجي لوكاس فاسكيز. والله بص، اناناسا وناتشو الاتنين دول لعيبة عادية، وهم عارفين انهم لعيبة عادية، والمدربين عارفين، واحنا كجمهور عارفين، فالوضع تمام. هم بس انت عارف انهم هيلعبوا هيدوك 120% من اللي يقدروا عليه. فاسكيز عنده عيوبه طبعا لما بيلعب باك يمين لانه مش مركزه الصراحة، الراجل ده اصلا جناح. تمام، هو كمان عنده عيوبه لما بيلعب جناح. بص، هو نسيب راموس، فعلشان كده قعد شوية حلوين في النادي في الاول، وبعد كده تقريبا خلاص احنا خدنا عليه، فاسكيز ده معانا تمام. حاجة كده زي محمد هاني وحسام غالي في الاهلي. المهم الاتنين لعيبة احتياطي نوعا ما كويسين، يبقى كده خط الدفاع ما عندكش غير ميليتاو ورودي اللي نوعا ما كويسين برضو، بس مفيش باكات اساسية ومفيش اي حاجة احتياطي اصلا. خط النص، طيب خط النص لا غبار عليه الصراحة. انا بس نفسي اعرف ازاي هنلاعب فالفيردي وتشاوميني وكامافينجا وتوني كروس ولوكا مودريتش واردا جولر. لو هنقول انه وسط يعني لسه مش متأكد بيحب يلعب فين الواد ده، هل صانع لعب رقم 10 ولا جناح يمين؟ ما عنديش فكرة الصراحة وما شفتوش. هو اصلا لو حد قالك انه شافه يبقى بيحور عليك وش. وطبعا بيلينجهام احنا مش هنجيبه بالمبلغ ده علشان يقعد دكة. سيبايوس انا الصراحة مش عارف هو ليه لسه موجود في النادي لحد دلوقتي، انا لو مكانه هطلع اجري. والواد ابراهيم دياز اهو ده بقى انا شفته الصراحة لاعب جميل وخط وسط مهاجم او صانع العاب مهاري وسريع، هو بس جسمه ضعيف فشخ، اتمنى يروح الجيم. المهم انا بحب كامافينجا قوي ونفسي ما يدفنش في الباك الشمال لانه مش مركزه ومش بيأدي فيه قوي زي ما هيلعب مستريح في النص، فاتمنى انشيلوتي يمشي لانه مش هيعمل كده انا عارف، رغم انه صرح من كام يوم انه مش هيلعب كامافينجا باك، بس لا انا مش مصدقك يا مستر كارلو. بص خلينا نقول اللي لينا واللي علينا. انا افتكرت حاجه كده، اول جول لمانشستر سيتي في الاتحاد جول برناردو كان نوعا ما غلطه كامافينجا. ليه؟ لان برناردو في الاول وفي الاخر ده المان بتاعك، كامافينجا سابه وطلع يضغط زي اللهطل على اللي ماسك الكوره، لان انت المفروض فاهم ان انت بتلعب قصاد مانشستر سيتي اللعيبه كلها بتعرف تباصي وبتخرج كوره بالمسطره، فهو اصلا عايزك تطلع تضغط عليه تسيب مساحات في ظهرك يقوم باصي فيها، وهو ده اللي حصل بالفعل. نرجع لنقطه ان كل لعيبه النص دي انشيلوتي هيلاعبهم ازاي بقى مع بعض، الصراحه انا مش عارف، في افكار كتير بس فاكس. خلينا نشوف ممكن المخضرم الداهيه هيعمل ايه. الهجوم بقى الحمد لله عندنا فيني بس كده، ورودريجو الصراحه الولد بيتطور وفعلا مستواه كويس قوي فتمام، وفيني كده كده لا غبار عليه افضل جناح شمال في العالم حاليا وبأريحية كبيرة عن اي حد تاني. ده لو لقيت حد تاني اصلا، اصل هتقول لي مين يعني؟ نيمار اللي مصاب نص الموسم ولا كفاراتسخيليا؟ تصدق كفارا كويس فعلا، ماشي كفارا بعد فيني. شايفك اللي هتقول لي ميتوما او مارتينيلي. المهم نرجع لموضوعنا، خناقة فيني دي مش دلوقتي. فاضل مين بقى في الهجوم؟ خوسيليو لسه جاي وكبير في السن ومش مهاجم واو يعني، هو كان تالت هدافين الدوري الاسباني بعد ليفا وكريم، بس هو جاي سد خانه. وعندك الواد اللي اتصعد من الاكاديميه ده اللي اسمه الفارو رودريجيز، كويس برضو الصراحه، شفناه في ماتشين تقريبا وكان كويس، وطبعا لسه بدري عليه قوي كده كده. وهنختم الهجوم برينيه، الواد ده كان اعرف دورتموند وما عملش معاهم اي حاجه وهو رجع. فبالسكواد الحالي ده الوضع غير مطمئن حقيقي، انا مش متفائل خالص بسبب الدفاع. الناس كلها بتجيب مدافعين، عندك البايرن اهو لسه جايبين كيم من جي، ما كنا نخطفوا منهم. بهزر، الحمد لله لسه خاطفين صفقه في الدفاع، الواد فران جارسيا 23 سنه من راي فايكانو. اتمنى بس ما يطلعش ادريوزولا جديد اللي ما جبتش اسمه فوق ومش مهم، بس لا كيم كويس الصراحه، مبروك لاخويا البافاري. المهم هل الوضع الحالي لو استمر من غير تدعيمات حقيقيه انشيلوتي وابنه هيقدروا يعملوا حاجه؟ والله اعتقد ممكن، يعني مفيش مستحيل، لكن لا انا مش متفائل حتى في ظل مستوى برشلونة اللي نوعا ما مش كويس وخدوا دوري. شايف فرقته شبه فاضية ومعهوش دكة، سيميون هيبقى عليك ويرجع يخسر من قادش، انت نفسك بتخسر من قادش، اما دوري مش سهل بصحيح. دوري الابطال مفيش مستحيل خلينا متفقين طبعا، بس لا الوضع صعب قوي بالدفاع بتاعك ده، تحسه موسم صفر جديد لو ما خطفناش كاس الملك تاني.
خلي بالك الكلام ده لو ما جبناش صفقات تظبط الفريق دفاعيا وهجوميا كمان. لو جبنا زي ما اتمنى الكلام ده هيختلف شويه. انا برضو ما اتكلمتش على اي حاجه من حوارات كيليان امبابي لان هي اتهرت، والموضوع الصراحه بقى سخيف وممل وغير مقبول الصراحه يعني. فيديو ممكن يعمل مشاكل شويه، بس دي نظرتي للوضع الحالي اللي اتمنى ما يستمرش. لسه فاضل حبه حلوين في الميركاتو، اتمنى نخلص بقى من حوارات كباكا ونشوف باقي المراكز. سيب لي رايك تحت في الكومنتس عن وضع الريال، وشايف ايه ومتفق معايا ولا مختلف. لايك في ايدك وانت خارج. سلام.